سلط مقال في مجلة فورين بوليسي الأمريكية بقلم جينا ماكلوفلين سلط الضوء على دفع دولة الإمارات أموالا طائلة لمسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA لمساعدتها في بناء إمبراطورية تجسس في منطقة الخليج. وكشفت المجلة أن موظفين إماراتيين جددا يتلقون تدورات في مبادئ وأدوات حرفة التجسس على يد خبراء غربيين في أبو ظبي. وتضيف المجلة أن الموظفين الإماراتيين يتدربون أيضا في موقع قريب من وسط مدينة أبو ظبي يسمى الأكاديمية، مجهز بالكامل بميادين الرماية والثكنات وميادين للسياقة. وقالت المجلة إن هذه الدروس والمنشآت هي جزء من مساعي الإمارات لإنشاء أطر استخباراتية محترفة على شاكلة المخابرات الغربية. وتشير المجلة إلى أن الموظفين السابقين في CIA انجذبوا إلى الإمارات بعقود مغرية قد تصل إلى $1000 في اليوم الواحد، إضافة إلى الإقامة في فلل أو فنادق فخمة. وكشفت المجلة نقلا عن مصادر مختلفة قولها إن الشخصية الرئيسية وراء عملية التدريب هو لاري سانشيز، وهو موظف استخبارات سابق ساهم في عقد شراكة مثيرة للجدل بين CIA وقسم شرطة نيويورك لمحاولة لمنع أشخاص معظمهم مسلمون من التحول للتطرف من خلال رصد أنشطتهم في المدارس والمكتبات وغيرها من الأماكن العامة في نيويورك.